محمود درويش ومارسيل خليفة. امتزاج الهواء بالهواء. سعى مارسيل لتغيير العالم بالموسيقى، فالحياة لديه كلها موسيقى من خلال ارتباط موسيقاه بشعر محمود درويش، حيث شهد العام 1976 بداية التلاقح الإبداعي بينهما من خلال تلحينه وغنائه لقصائد درويش: أحن إلى خبز أمي، وريتا والبندقية، وجواز سفر، ليشكلا معا حديثا من بعدين أحدهما موسيقي والآخر شعري، فانبثقت من استقلالهما وحدة فنية مفادها إن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. كما وضع خليفة بمساره الموسيقي لقصائد درويش موسيقى على النبض الدرويشي مليئة بالإشارات، بدءا من وعود من العاصفة ووصولا إلى يطير الحمام. وظل درويش يقول لخليفة ما قاله جلجامش في ملحمته لأنكيدو: باتحادنا نصنع الذي لا ينسى بعد الموت، وهو يشاركه الوقوف على المسرح. ليتشارك درويش وخليفة أخيرا الوساوس والنوازع والسلاسل والحاجات الملحة للخبز وللحرية وللورد. رحل درويش طالبا أن لا يوضع البنفسج في قبره فهو زهر المحبطين، يذكر الموت بموت الحب، وأن توضع بدلا من ذلك 7 سنابل إن وجدت.